ننقل لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا من آتاك الله جوامع الكلم وألقى على كلامك المحبة والقبول، وجمع لك بين الحلاوة والمهابة، فلم تسقط لك كلمة، ولا زلت لك قدم، ولا بارت لك حجة، لم يفحمك خصم ولا خطيب. تدل بالكلمات القصار على ما تقصر عنه الجمل الطوال، تنطق بالحق وتحتج بالصدق، فما سمع الناس قط كلاما أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا من كلامه صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، هكذا وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها، وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن صادق يتخذ من القرآن دليله ومنهاجه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويعتبر بقصصه وأمثاله. إخوة الإيمان، ونحيا الآن في روضة القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أكبر. تعليق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل
كفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا
والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله أعلم بالظالمين.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب هنا في رحاب مسجد